السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. يلا ان شاء الله نبتدي نعمل شوية مخبوزات وليها شوية تركات كده هتعجبكم وهتخلي العجينة هشة. هنعمل ايه؟ اول حاجة نعمل محسن المخبوزات. ده بنعمله في البيت بكل سهولة جدا. انتي بتجيبي هنا حاجة وتروحي حاطة فيها طاسة او كزرونة وتحطي فيها نص كوباية لبن وتروحي ضايفة عليهم معلقتين من الدقيق وتجيبي المضرب بتاعك وتخلطي المكونات كده على البارد. تطلعي بيهم على النار واقعد اقلب فيها كده باستمرار لغايه ما تبقى عباره عن عجينه شبه الفازلين كده، او تقيله شويه لكن مش مكلكعه او تقيله قوي. زي ما انتوا شفتوا كده حبايبي، اقفل عليها النار اهي تبقى بنفس الملمس اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي حبايبي انا معايا كيلو من الدقيق نخلاه، هنزل عليه بتاع ربع معلقه ملح كده وسكر، 3 معالق سكر كبار، اقلبهم كده. وبعد كده اضيف كيس من الخميره الفوريه وكوني ضمناها نوع كويس. اقلب واخلط المكونات كده مع بعضيها، وبعدين اضيف بيضايه كامله وبياض بيضه، وخدت الصفار بتاعته علشان في الاخر ابقى ادهن بيه وش المخبوزات اللي انا هعملها. يبقى دي بيضايه كامله مع بياض بيضه تانية. اروح منزلاها وهنزل عليهم. انا دلوقتي ايه الحاجات اللي هعجن بيها؟ عبارة عن كوبايتين لبن، كوباية ونص هعجن بيهم دلوقتي، ونص اللي استخدمته في المحسن اللي انا لسه عاملاه معاكم دلوقتي. هبتدي بقى انزل بكوباية اللبن واخلط المكونات كده مع بعضها قبل ما انزل ايدي، واروح منزله نص كوباية اللبن التانية. وبعد كده هنزل عليهم محسن المخبوزات اللي انا لسه عاملاه بنص كوباية اللبن. هيخلي العجينة بتاعتي هشة حلوة، وده بطريقة بسيطة جدا بتعمليه في البيت. وابتدي بقى انزل كل العجينة بتاعتي كده واستخدم بقى ايدي في العجن. بسم الله. وابتدي وانا بعجن انزل نص كوباية من الزيت، نفس المج بتاع اللبن اللي كنت بعمله، تعملي بتاع نص كوباية من الزيت كده تنزليها وتكملي عجن. ودلوقتي حبايبي رشيت رشة دقيق على الرخامة وابتديت اتعامل بايدي بقى بعد ما عجنتها. وانا بعجنها احتاجت مني نص كوباية لبن كمان ضفتها ولميت بيها العجينة كويس. وابتدي بقى بتاع 10 دقايق كده اعجنها بحيث تبقى عجينة لينة حلوة في ايدي. اخلص عجن وفي الاخر اوريكم النتيجة. وبعد كده حبايبي اثناء ما انا بعجن رحت واخده معلقه قشطه من اللي هي بتاعت وش اللبن ورحت ضيفاها الم بيها العجينه كده، بتدي طعم ودسامه حلوه للعجينه. يبقى في الاخر اثناء ما انا بعجن
الم العجينه بتاعتي يا اما بحته زبده يا اما بحته قشطه من وش اللبن بتاع معلقه كبيره كده، وايه واكمل العجن بتاعي، بحيث ان انا عايزه عجينه لا هي بتلزق في الايد ولا هي ايه ناشفه طريه. وفي الاخر حبايبي اهي العجينه بتاعتي من 7 ل8 دقايق كده عجن حلو. هجيب بعد كده البوله اللي كانت فيها اصلا الدقيق، هحط فيها شويه زيت وانزل كده بالعجينه بتاعتي واروح قلبها كده على الوش التاني واغطيها واسيبها لمده ساعه في الجو اللي احنا فيه ده وحر شويه تخمر، بعد كده نتعامل معاها. دلوقتي حبايبي اهي بعد ساعه العجينه ما شاء الله خمرت بقت حلوه اهي. بسم الله نطلع منها الهواء واجيب رشه دقيق على الرخامه كده وانزل العجينه بتاعتي ما شاء الله، وابتدي اهي اعملها كده ابرمها زي ما انتم شايفين كده قطع متساويه، وابتدي اخد واحده واحده زي ما انتم شايفينها كده، واحط في الصينيه وابتدي احط في الصينيه كده. ودلوقتي حبايبي بعد ما عملتهم كده هروح مغطياهم بكيس كده والفوطه بتاعتي واسيبهم 10 دقايق تريح العجينه، وبعد كده ابتدي اشكلها. يلا وبعد كده اجيب العجينه ارتاحت 10 دقايق، هجيب رشه دقيق واجيب كده وابتدي ابرمها كده واسيب اول واحده والتانيه نفس الحكايه. دلوقتي حبايبي انا عملتهم قد بعض كده، اروح جايبه ضمه التلاته على بعض كده وادخلهم في بعض. وبقى ايه طريقه الضفيره اللي احنا عارفينها وبنعملها مع اولادنا كده. واروح برضو ضماها بنفس الحكايه في الاخر كده، واروح جايبه الصينيه ودهنيها ماده دهنيه واروح شايله الضفيره بتاعتي واحطها بالشكل ده واعمل واحده تانية غيرها، وبعدين افردها وهجيب الحشوة بتاعتي واروح تانية كده الطرف عليها ومقفلة من الجناب كده واعمل بالقطاعة كده او بسكينة وابتدي ابرم واجي هنا بالجزء ده واقفله كده كويس عشان ما يفتحش، وعلى الجزء التاني ده
وابتدي احط في الصينيه من الاشكال، وهبتدي اتني العجينه بتاعتي كده، واجيب دي من الاطراف كده واتنيها واقفل عليها كويس وابرم كده، واجي هنا واقطع، وكده بقيت بعمله زي باتيهات صغيره احطها كده اهي. ودلوقتي حبايبي هجيب كده من النص كده، وبعدين هحط على طرف كل واحدة قطعة من الجبنة كده بقى، ان انا اجيبها كده عليها واقفلها وامط كده، وبكده بعمل كرواسون او ميني كرواسون صغير كده بالاحجام دي، واروح حطها في الصينيه واعمل غيرها. اجيبها كده واقفل عليها وابرمها وامطها كده وهكذا، واحط في الصينيه. وبرضو فردناها وشيلنا الزيادات ونعمل باتيه. هنجيب الطرف كده ونحط دي على دي كده عشان ايه ما يطلعش الحاجه من الجناب، وابرمها كده، واجي في الاخر كده. طبعا دي الحته اللي هحطها عليها، ودي صفار البيضه اللي سيبناها في الاول وحطينا عليها بتاع 3 معالق لبن، ونبتدي ندهن الوش كده بتاع المعجنات بتاعتي كده. بعد ما خمرت طبعا هبتدي ادخلها الفرن، هدهن كده الوش بتاعها، ودي كمان الاشكال اللي احنا عملناها هدهن الوش بتاعها. وهبتدي بقى حبايبي كده ادخلها الفرن، ولما تطلع نشوفها مع بعض. ودلوقتي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن كل معظمه بالجبنه، دي كام واحده انا كنت عاملاها ساده. طبعا كام واحده كنت عاملاها ساده، سيحت شوكولاته وحطيتها على الوش كده، وممكن تحشيها في قلبها. العجينه جميله جدا قطنيه وهشه، وممكن تستخدميها في اشكال كتيره. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.